دلوقتي بعد ما خلصت ان شاء الله جايه لكم دلوقتي باول حاجه دعاء اللي بيحل البركه عليكي. اهم حاجه البركه، مش اهم حاجه الفلوس. والله فلوس كتير من غير بركه اعرفي ان انت هتبقى عيشتك متعسره، لكن فلوس قليله بس في بركه هتعيشي في رخاء ومش هتبقي عندك حرمان من اي شيء. الدعاء الاول بيقول ايه؟ بين السجدتين اعرفي ان الصلاه بينك وبين ربنا بين السجدتين بتبقى يعني صلاتك بربنا يعني قريبه قوي قوي قوي، وبيبقى ايه الدعاء واصل إيه يعني الحاجه انت ما تتخيلهاش. الدعاء بين السجدتين هتقولي ايه؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وإن فعلتها في صلاتك يوميا مش مرة وخلاص، هتعمليها كل يوم في الخمس فروض، كل فرض بيبقى ما بين ركعتين أو 4 أو 3 غير السنن. بين السجدتين هتقولي هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني. خلاص كده، وبعدين هتكملي صلاتك وتسلمي. هنيجي بقى نقول بقى لل50 جنيه اللي هي الرساله اللي جات لي بتقول لي ازاي امشي يومي ب50 جنيه. والله انا عصرت دماغي فعلا، بس برضه هتعرفي تعيشي والله بال50 جنيه. اول حاجه ال50 جنيه دي انت هتاخديها. طبعا النهارده السبت بيبقى عندك اكل بايت من يوم عاده، يعني في بيوتنا كلنا بيبقى ايه عندنا اكل بايت من ايه من اليوم اللي ايه اللي قبله اللي هو يوم الجمعه. بنبقى دايما ايه عاملين بقى مثلا عزومه، عاملين اكل بزياده، طبخه على لحمه، طبخه على فراخ، فبيبقى عندك اكل ايه بايت. فبتقضي يوم السبت بقى بالاكل البايت اللي عندك. ولو فرض ما عندكيش اكل بايت هقول لك اهو تمشي يومك ازاي ب50 جنيه. 50 جنيه انت بتبقي مستقلياها، بس في غيرك مش عارف يتحصل عليها، ان في ركود جامد في اليومين دول في العمل. مفيش عمل، ناس كتير بتشتكي مفيش عمال، لان بعض المسالح من الغلا قفلت، مصانع كتير قفلت، محلات كتير قفلت. فنحمد ربنا حتى على ال50 جنيه اللي هتيجي دي. ما نقولش الدنيا غلا وهنعمل ايه وهنسوي ايه، اي نعم معاك الدنيا غلا، بس ربنا يعني دي اختبار من عند ربنا يعني، وبنشوف احنا هنبقى قد ولا لا. ال50 جنيه ديت هتاخديها، هتشيلي منها 5 جنيه على جنب، مش هقولك 10 جنيه. هتقولي ال50 جنيه مكفيه عشان اشيل منها، هتكفي وتفيد كمان. اركني بس ال5 جنيه دي على جنب، واعملي حسابك ان انت مش هتمدي ايدك عليها خالص. هتعملي ايه؟ اول حاجه هتروحي تجيبي نص كيلو فول من اللي هو بتاع التدميس دوت. مفيش حد ما بيحبش الفول، كلنا بنحب الفول. هتجيبي نص كيلو. النص كيلو دوت ما بين 20 او 22، يعني هو نزل عن الاول، ما عادش 60 ولا حاجه زي الاول. وهتجيبي كمان كيلو بطاطس. البطاطس النهارده بتتراوح سعرها ما بين 8 10 12، ما بتزيدش عن كده. مش لازم تجيبي من محل جنبك، لا، اختفي كده وانزلي شوفي اقرب محل جنبك بيبيع رخيص او السوق وهاتي الحاجه منه. هتجيبي كيلو بطاطس قولي ب10 جنيه، نص كيلو فول ب22 جنيه ونص، نص كيلو طماطم وحزمه خضره. الخضره دي بقى ايا كان، فجل، جرجير، شبت وبقدونس، هتجيبيها بجنيه، بجنيه ونص، ب2 جنيه. هيبقى كده هيتفضل معاكي حوالي برضو 6 جنيه من ال45 جنيه بقى اللي باقيين معاكي. لا، ده هيتفضل حوالي 10 جنيه. هتجيبي بقى البرتقال البلدي اليومين دول حلو قوي 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 ورخيص، الكيلو ب5 جنيه. هاتي لك كيلو برتقال، اعمليه عصير لاولادك او قشروه كلوه، يبقى نوع من الفاكهه حلو قوي قوي قوي. او بلاشي، هاتي نص كيلو ليمون او ربع كيلو ليمون، اعملي عصير ليمون، ويبقى عندك ليمون برضو في التلاجة هينفعك الايام اللي جايه بعد كده. طيب هتدمسي بقى الفول وهتوضبي منه طبق على الفطار، جنب بطاطسايه واحده مقليه. الكيلو البطاطس الحلو اللي هي يعني معقوله، يعني مش صغيره، بيطلع 4 بطاطسايات. ما تجيبهاش صغيره، هتجيبها صغيره هتهدر معاكي على ما تقشريها، هتهدر قشر كتير، والقشر طبعا دوت بيبقى ياخد في الميزان. هاتي كيلو البطاطس 4 بطاطسايات او بكتير 5. قشري البطاطس بطاطسايه واحده وقليها جنب طبق فول بعد ما تدمسيه طبعا. وهتقطعي طماطمايه وحزمه الخضره هتغسليها، او لو شبت هتقطعي برضو عود كده على الطماطمايه وتبقى سلطه. وطبعا العيش انت بتجيبيه من التموين. ملكيش تموين يبقى تجيبي كيلو دقيق وتخبزيه في بيتك علشان يوفر لك. انت مش هتشتريه بالسعر السياحي وتقولي الرغيف بجنيه وربع او بجنيه ونص، لا. انت دلوقتي العيش التموين هتجيبي مثلا 10 ارغفه، الرغيف ب20 قرش، يبقى كده ب2 جنيه.
خلاص. وهتاكلي بقى توضعي على الفطار طبق فول زي ما قلنا اهوت ببطاطسايه مقليه، ويبقى في ترشيد كده. الاطفال على فكره لو حطيتي قدامهم بيهدروا، فانت تبقي انت بقى توزني امورك وتقسمي كده. وان شفتي ان الطفل بيهدر، لا ده حرام، دي نعمه ربنا، لا بالمعقول عشان النعمه تستمر. ادي كده خلصنا من وجبه الفطار. هنيجي على وجبه الغدا. يا اما تعملي بطاطس مهروسه، هتقشري كده بطاطستين كده او 3 بطاطسات الباقيين، وتعمليهم كده تهرسيهم وتسلقيهم وتهرسيهم بمعلقه سمنه وملح وفلفل اسمر وكمون، وجنبيهم برضو بقيه الخضره بتاع اليوم على طماطمايه متقطعه زي سلطه كده. وعايزه توضبي طبق فول جنبهم ماشي، ما توضبيش بلاش علشان خاطر ما تزهقيش، ويبقى الطبق الفول دوت للعشاء ان شاء الله. وادي برضو عدينا من وجبه الغدا. جبتي بقى برتقان، هتقشري لهم برتقان، يا اما هتعصره لهم عصير او ليمون زي ما اتفقنا. يبقى كده خلاص خلصنا من وجبه الغدا بالتحليه بتاعتنا. طب تعالي بقى على وجبه العشاء. طبعا العشاء بيبقى خفيف، وعودي عيالك على كده، مش من صغرهم كده تسيبيهم ياكلوا يملوا بطنهم ويبقى فيه تخمه ومعدتهم توسع وياخدوا على كثره الاكل، وبعد كده ما يوصلوا لمرحله الاعدادي والثانوي لا ده احنا عاوزين نخس. لا، احنا عايزين نتبع سنن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، زي ما قال الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. فيعني حاولوا برضو ترشدوا من استهلاككم في الاكل، علشان خاطر برضو ما يعملش بعد كده تخمه ونرجع نجي عايزين فلوس عشان نروح نخس. تعالي على الغدا. يعني كفايه قوي قوي لقمه صغيره كده. هتعملي برضو طبق فول بسيط كده، او لو باقي مثلا شويه بطاطس من الغدا، وعلى شرط ممكن تعملي البطاطس على الغدا صينيه بطاطس، مش لازم بطاطس مهروسه، مش لازم تعمليها بلحم. كانت اهالينا زمان ما بتطبخش الا يوم الجمعه بس باللحمه. ولغايه النهارده في ناس كتير برضه تقول لك لا، يعني احنا اتعودنا على كده، الطبيخ عندنا بيبقى الخميس والجمعه وبقيه الاسبوع اي حاجه. ف يعني كل الخضار بتاعنا فيه فيتامينات واللي هيمد الجسم بالاحتياجات، مش شرط لحمه وفراخ يعني وسمك. ما نقعدش نعلق بقى لبعض كده المشان. وخلاص كده جميل قوي قوي. وادي يومك عدى ووفرتي منه كمان 5 جنيه على جنب. هقولك بقى بعد كده ال5 جنيه دي احنا هنعمل بيها بس هقولك في اخر الاسبوع. انا هنزل لك يوم بيوم ازاي هتمشي يومك بال50 جنيه ديت. احنا دلوقتي ركننا 5 جنيه على جنب. طبعا اتفضل عندك طبق فول، انت مش معقول خلصتي نص كيلو الفول كله في يوم، فانت هتبقي الفول اللي عندك هتحطيه في علبه في التلاجة عشان اقولك هتعملي بيه تاني يوم ان شاء الله. يعني انا اديتك دلوقتي الجدول يوم السبت او الحد. والله عندك اكل بايت من يوم الجمعه هتمشي بيه يوم السبت، والجدول اللي انا اديتهولك بتاع النهارده ده هتعمليه الحد. ما عندكيش يبقى خلاص انت هتعمليه السبت، واقول لك برده على تاني يوم انت هتعملي وحاولي ترشي، ما تنزليش يوميا. نزول يوميا دوت بيخليكي تصرفي طول ما انت ماشيه. عايزه ده ابنك معاكي شبط في ده، عرفتي؟ وبلاش بقى موضوع اللانش بوكس. طبعا احنا داخلين على الصيف لا فيه لانش بوكس ولا غيره. زي اهالينا زمان ما كانت بتدينا سندوتشات من البيت. بلاش تقولي تشتري باتيه، لا اشتري لك سندوتشين، لا اعملي زي ما كانت اهالينا بتعمل، زي ما انت ربيتي اولادك. يا رب تكوني استفدتوا جميعا. يعني كل من شاهد الفيديو استفاد بانه ازاي يمشي يومه بال50 جنيه.